إذا كان عندك مشكلة ومش عارف تسجل في حدث ال2000 كوينز، فأنا النهارده هاقول لك حلول جميع المشاكل اللي بتقابلك، بس ما تنساش بقى تعمل اللايك، تشترك معانا وتفعل زر الجرس وتأكد على الكل وتكتب كومنت تشجيعي، ويلا بينا على الفيديو. طب يا شباب، في الأول كده حابب أفكرك إن النهارده في اتنين كل واحد فيهم هيفوز بمدرب، فممكن تكون أنت واحد منهم. كل اللي عليك إن أنت هتنزل تنضم معانا في الرابط اللي موجود في الوصف أو في أول كومنت، ويلا بينا على الفيديو. في الأول كده عاوز أقول لك إن الموقع ده تبع شركة كونامي. تاني حاجة، الموقع ده ما بيطلبش منك فلوس وأنت بتسجل، فعاوز تسجل سجل، مش عاوز تسجل فده حاجه ترجع لك. تالت حاجه، ما بيطلبش منك ولا باسورد ولا كود ولا اي حاجه، بيطلب منك الاي دي، والاي دي ده ما فيهوش اي مشكله ليك. احنا زمان في بيس 21 عشان كنت اعمل مواجهه ما بينه وما بين فريند، فكنت بديله الاي دي بتاعه عشان اقدر اعمل معاه كونكت ونلعب ضد بعض، فما فيهوش اي ضرر الايديهات دي. وده من زمان جدا الموضوع ده، والناس كتير عارفاه. فالناس يقول لك ده انا حسابي خسرته، انا ما لقيتش الحساب. حضرتك هو ما طلبش منك ولا كود ولا باسورد، ده بيقول لك الاي دي. الاي دي ده اديه للناس كلها، مش تقدر تيجي ناحيه حسابك. اما بالنسبه للنقطه امتى هتاخد الكوينز، على حسب كلام الموقع المفروض نهايه الشهر، نهايه الشهر الحالي. تمام. طب هل يا دكتور ممكن ما ناخدش الكوينز ال2000 كوينز نهايه الشهر؟ ممكن ما تاخدش. طب ليه خليتنا نسجل لما احنا ممكن ما ناخدش؟ بص حضرتك، حصل نفس الحدث ده قبل كده في باكج بيج تايم رونالدينيو. كان في اجتماع او كان في حفله وكان فيها هديه الباكج ده مجانا، وكان طبعا للي كانوا حاضرين الاجتماع ده بس. وطبعا كانوا بيستلموا الباكج ده عباره عن كود كده، بيعمل له سكان، باركود يعمل له سكان، ياخد اللاعب على طول في اللعبه، ياخد الباكج في اللعبه ويقدر يستفاد بالباكج مجانا، لفه كده مجانيه او لاعب من الباكج مجانا. فطبعا الكود ده او الباركود ده اتسرب لناس كتير، والناس كتير طبعا نزلتها وقدروا يستخدموا الباركود ده، وناس كتير حصلت على الباكج. ولو انتوا فاكرين الكلام ده انزل تحت واكد في الكومنت. فنفس الكلام حصل برضو المره دي. احنا طبعا اتسرب موضوع التسجيل، وانا جبت لكم الموقع وقلت لك حابب تسجل سجل، مش حابب حاجه ترجع لك. انا عن نفسي سجلت، ولو جالي ال2000 كوينز مصلحه، ما جوش انا ما دفعتش فلوس وما خسرتش اي حاجه. فده الموضوع عشان تكون فاهم وبمنتهى الصراحه. تمام. طيب دلوقتي انا عندي مشكله في التسجيل. ايه هي المشكله اللي بتقابلكم؟ اول حاجه، لما بتيجي تكتب الاسم حضرتك مطلوب منك ما تكتبوش ولا بالارقام ولا اي حاجه. اكتب اسمك كده مثلا دكتور اي فوتبول، اكتب يا عم دكتور اي فوتبول، اكتب اي اسم انت عاوزه بس ما تحطش فيه ارقام. تمام. تاني حاجه، خانه بيطلبها منك الاي دي بتاعك. الاي دي بتاعك حطه بس من غير شرط او مسافات، يعني الحروف وبعدها الارقام لازقه فيها على طول. تمام. طيب اخر حاجه، بيطلب منك ايميل، اكتب اي ايميل ملوش علاقه باللعبه. اتفقنا؟ واعمل علامه الصح وكونفيرم، هيسجل معاك خلاص كده. طيب اجيب الرابط منين؟ زي ما قلت لك هتلاقيه في الوصف. طيب اخر سؤال، هيجي يقول لي طب الموقع مش راضي يحمل معايا. اعرف ان في ضغط طبعا، ناس كتير دخلت على السيرفر فمش عارفين يسجلوا، فاستنى لما الموقع يرجع يفتح تاني والحق سجل. وخد بالك اخر موعد يوم 19 وبس. شباب، هي دي كام معلومه كنت حابب اوضحها لكم وتفهموا.